السلام عليكم ورحمة الله. عندي هنا كنت عاملة كيكة وباظت مني وهبطت، وطبعا معرضين كلنا للحكاية ديت ان مرة الكيكة بتظبط واحيانا ما بتظبطش معانا. المهم دلوقتي احنا مكلفين بيض ودقيق وسكر وزيت وسمنة وحاجات كتيرة قوي، وما بقاش وقت اننا نرمي الحاجة لما تبوظ مننا. لازم نعمل لها اعادة تدوير. انا عملت ايه بقى؟ جبت عندي الكبة لما لقيتها باظت كده، وقمت جايه حاطه الكيكه، قطعتها كده وحطيتها في الكبه وفرمتها كويس زي ما انتوا شايفين كده، بقت معايا بالمنظر ده. إيه، شوفوا بقت صينيه اتملت تاني وبقت هشه ونفشه، وادتني كميه كبيره خالص بعد ما كانت مبطوطه خالص كده في الصينيه. طيب هنستخدمها بقى في ايه بقى؟ اللي هو اللي احنا طحناه ده بقى، هقول لكم احنا ممكن وانت بتعملي اللي هو السميد البسبوسة ده، اما بتجيبي بسبوسة وتعملي سميد حطي عليه كوباية، بتبقى احلى بسبوسة وما بتبانش خالص وبتكتر معاكي الكمية وبيبقى طعمها تحفة خرافة خالص. تاني حاجة ممكن انك ترشي عليه كده شوية مكسرات ومعلقة عسل نحل او مكسرات بس، وتحطيه في طبق وتقدميه للولاد كده، او رشة شوكولاتة يحبوها جدا لان طعمها بيكون جميل خالص. تالت حاجة ممكن انك اما تعملي تورته كده ولا حاجة، انت طبعا بتحفظيها في التلاجة، وبعد كده اما بتعملي تورته بتقومي جايه رشه على الجناب كده بالكريمه كده، بتبقى عامله معاكي زي السوداني والمكسرات وبيبقى طعمها جميل جدا. تقدري بقى تعملي لها اعاده تدوير بطرق مختلفه وبتكون معاكي حلوه جدا. ودي انا بقيت استعملها، بتحطيها بس في كيس وتحطيها في الفريزر، لو جيتي تعملي بسبوسه بتضيفي